الخشوع في الصلاة هو الطمأنينة في أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومما يساعد الإنسان على الخشوع في صلاته هو ألا يدخلها وهو مشوش الفكر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة في المشي لمن أقبل على الصلاة، ليكون مطمئنا وليدخل فيها وهو مطمئن وعليه السكينة، ولا يكون عنده ثوران نفس أو تعب من السعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون. ولما أقبل رافع إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع قبل الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: من هو هذا الذي فعل كذا وكذا؟ فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للسرعة عند القدوم إلى الصلاة أو الركوع قبل الصف ثم تدخل في الصف، فنهاه عن العودة لمثل هذا. والإقبال على الصلاة يكون بطمأنينة وبخشوع وبمشي هين ليس فيه سرعة وركض وما أشبه ذلك.